الإيقاف يترفع عنه بطريقة غير شرعية من قبل لجنة الانضباط. نعم، الإيقاف يترفع منه بطريقة غير شرعية من لجنة الانضباط. طيب في خطاب جاء من لجنة الانضباط لوين؟ للجنة المسابقات، إنه اللاعب ده ما موقوف أو جاء نهضة بركان تم رفع الإيقاف. لجنة المسابقات اختارت المراقب إنه ما فيش لعيبة موقوفين، المراقب جاء قال ما في لاعب موقوف، يبقى مشاركته شنو؟ سليمة سليم. يبقى الهلال نفسه يا اخواننا مجلس الكلام ده ما قلته انا، قالوا مجلس اداره نادي الهلال في البيان انه الايقاف مرفوع، تم رفع الايقاف. الهلال شكوته هو طعن في الشكوى للجنه المسابقات. يا اخواننا الهلال ما اشتكى للجنه الانضباط، لجنه الانضباط دي انت ما بتشتكي ليها. لجنه الانضباط دي يا اخواننا ما بيشتكوا ليها سواء في الاتحاد الافريقي او الاتحاد السوداني، او دي لجنه تاديبيه بتتحول لها تقارير المراقب، تقارير الحكم، او يتم تحويلك الى لجنه الانضباط من لجنه المسابقات او من الامانه العامه للاتحاد او من المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي او الاتحاد. المهم دي الجهات اللي بتعمل القصه بتاعت بيتحول للجنه الانضباط. قصه انه الهلال اشتكى لجنه الانضباط واشتكى للجنه الانضباط. اخوانا لجنه الانضباط دي عزيزي الفاضل ويا صديقي العزيز ما بتفصل في المباريات، اللي بتفصل هي لجنه المسابقات. يعني هنا هنا في السودان لما تشتكي بتشتكي لوين؟ بتشتكي للجنه اللجنه المنظمه اللي هي لجنه المسابقات تاع محمد حلفه. تشتكي لاعب جيب له الشكوى خير وبركه، ما جيب لها يا رفضوها، بعد ذاك من حقك تمشي وين؟ لجنه الاستئنافات، بعد لجنه الاستئنافات تمشي وين؟ كاس. فالهلال يا اخواننا فكره كل دقيقه يطلع لك زول يقول لك لجنه الانضباط حتصدر القرار. لا لا لا، ما لجنه الانضباط دي ما عندها القرار، القرار عند لجنة الاستئنافات أو لجنة المسابقات عفوا. طيب لجنة المسابقات دي هل ممكن تقبل شكوى الهلال؟ وارد، وارد في حال إنه هتقبل الشكوى دي في حال إنه مشاركة اللاعب ده اللي هو المسوي ده كانت غير قانونية، او هو كان موقوف وما في، ونهضة بركان ما عنده قرار برفع الايقاف. اذا نهضة بركان لعب اللاعب ده بناء على رفع الايقاف فشكوى الهلال مرفوضة. نعم مرفوضة.